مساء الفل عليكم يا أصدقائي، مساء الفل على كل المتابعين. النهاردة هنتكلم على النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي والتحضير للموسم الجديد. خلاص بنقفل الصفحة عن المنتخب، كلنا بنحاول ننسى، كله بيحاول يعدي اللي حصل مع المنتخب، بس يلا الحمد لله. خلاص احنا بقينا واثقين ان احنا بقى عندنا منتخب، بقى عندنا مدرب وطني عالمي، بقى عندنا لعيبه، بقى عندنا زي ما بتقولوا كده حجر اساس للمنتخب. وان احنا بنتمنى دايما التوفيق للمنتخب، ونتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن في ان شاء الله في بطوله افريقيا اللي جايه وكاس العالم. نرجع للنادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. هنتكلم النهارده عن المعسكر التحضيري للنادي الاهلي، وكمان الصفقات الجديده للنادي الاهلي والصفقات اللي لسه في الطريق. وهنتكلم عن تجديد عقد امام عاشور ورحيل تريزيجيه، وكمان عوده المعارين لصفوف النادي الاهلي. في البدايه طلب كابتن حسين عموته المدير الفني للنادي الاهلي من كابتن سيد عبد الحفيظ ولجنه الكوره ان يتم اقامه معسكر للنادي الاهلي التحضيري في اسبانيا في اول اغسطس. وكمان عايز كابتن حسين عموته عايز يلعب مباراتين وديتين خلال المعسكر لاعداد الفرقه طبعا. واحنا بنتمنى بس التوفيق لكابتن حسين عموته، نتمنى ان هو يظهر بشكل كويس. احنا محتاجين مدرب شخصيه مع اللعيبه. اللاعب المصري محتاج مدرب شخصيه، فني مش فني. احنا محتاجين مدرب شخصيه اول حاجه، وتحتها الفني. جربنا مدربين فنيين كتير، هتبقى مدرب ضعيف الشخصيه. للاسف اللاعب المصري يعني دايما متعودين من ايام مانويل جوزيه وفايلر وطبعا موسيماني. الناس دي نجحت مع النادي الاهلي، وكولر، والناس دي نجحت مع النادي الاهلي لشخصيتها. وبعد كده الفني، الناس بتقول لك كان فايلر بالبصه وما عندوش فكره تراخي في التدريب، وانت ضامن نفسك وضامن ان انت هتلعب. ويعني كان مانويل جوزيه كان بيقعد ابو تريكه. دي الشخصيه، ان انت هتشايف نفسك فوق الفرقه، لا هتقعد. ده اللي احنا بنتمناه في الاهلي. ترجع تاني الشخصيه، ترجع تاني روح الفانيلا الحمراء اللي غابت كتير، غابت الموسم اللي فات، غابت نهائي الموسم اللي فات. نتمنى نبدا موسم جديد، نتمنى المدرب يكون عنده شخصيه كفايه، وده اللي معروف عن كابتن حسين عموته ان شاء الله. ونتمنى له التوفيق، وهنشوف في الايام اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله نشوف التوفيق للنادي الاهلي، ونشوف التوفيق للكابتن حسين عموته. نشوف بقى الصفقات اللي تمت. طبعا المهاجم اقطاي عبد الله، مهاجم الواعد صغير السن اقطاي عبد الله، شفناه مع انبي، مهاجم متميز بيخلص، وكان راح كاس العالم. بس يعني كابتن حسام حسن اختار حمزه عبد الكريم، وكمان علي محمود لاعب النص. برضو الاثنين صفقات جايه من انبي. دول الصفقات اللي خلصهم لحد دلوقتي النادي الاهلي. لسه بقى في صفقات. طلب كابتن حسين عموته طلب ان هو يتعاقد مع 2 مهاجمين اجانب كمان بجانب اقطاع عبد الله. دي حاجه كويسه. ولسه طبعا هنشوف اللي موجودين في الفرقه، سواء محمد شريف، طبعا مروان عثمان مشي رجع خلاص، خلصت العاره بتاعته كده، ما فيش غير محمد شريف. فلسه طبعا كابتن حسين عموته لسه بيشوف وهيتفرج، ولسه هياخد قراره ان هو مين هيقعد ومين هيكمل. في كلام على المهاجم المغربي، مهاجم جزائري ومهاجم مغربي. الاثنين دول مهاجمين الاهلي بيحاول يخلص معاهم دلوقتي.
وان شاء الله يعني يبقوا مهاجمين نتمنى ان هم يكونوا كويسين. نتمنى ان احنا نعوض مهاجم كويس يخلص طبعا الفرص. ان احنا شفنا الفرقه كانت يعني ما فيش، احنا كنا بنلعب من غير مهاجم، كنا بنجرب مروان عثمان، بن شرقي، حتى محمد شريف ما كانش بياخد فرصه. فنتمنى التوفيق في الصفقات، ما نجيبش اي صفقات وخلاص، نختار صفقات كويسه، يعني ما نستعجلش وما نأخرش. يعني احنا بنقعد الإدارة دايما عودتنا ان احنا بنأخر الصفقات لحد الآخر، لحد لما خلاص الانتقالات بتخلص، وبتضطر ان انت تتزنق في اي مهاجم، فبتجيب اي مهاجم وخلاص بيجي قدامك وبتدفع ارقام، وبتيجي بعد كده للأسف بتتخذل. يعني نيجي بقى الأهلي بيحاول ان هو بيقدم عرض جديد لإمام عاشور، بيحاول ان هو يجدد العقد. ولا امام عاشور فاضل له موسمين في العقد بتاعه، فهو بيحاول دلوقتي ان هو يجدد العقد ويمده. وامام عاشور هيحصل على اعلى راتب في النظام الجديد في العقود في النادي الاهلي، هيحصل على 40 ل 45 مليون جنيه، و هيبقى اعلى راتب بالنظام الجديد. طبعا امام عاشور لاعب مهم جدا، لاعب مؤثر، محدش يقدر ينكر ده. بس انا يعني نفسنا كلنا نخلص من فكرة ان انا ابص لزميلي اوضه اللبس. هيجي امام دلوقتي يعلي فلوس، طيب يعلي الراتب بتاعه. يجي فلان مثلا لاعب تألق شويه، هيطلب ان هو يعلي العقد بتاعه. فبالتالي لازم يكون في قرارات، لازم يكون في، احنا مفيش حاجه اسمها يبقى عقدك ساري واجي اروح امدلك العقد وتقعد تطالب وتلوي بوزك وفلان بياخد اعلى مني وانا بلعب احسن من فلان وفلان جه عليا بفلوس اعلى. ايوه في غلطات كتير حصلت في الموسم اللي فات ما نتمناهاش ان هي تحصل، بس لازم يكون في قرارات حاسمه، لازم يكون في بنود، لازم يكون في لائحه. نتمنى ان كابتن وائل جمعه يعرف يظبط اوضه اللبس، واحنا واثقين فيك يا كابتن وائل، واثقين فيك في شخصيتك وفي شخصيه اللي انت، شخصيه النادي الاهلي انت هترجعها. بنطلب منك ان انت تضبط اوضه اللبس. كفايه كل لاعب يجي يبص لغيره. معلش انت جيت في وقت كنت بتاخد فلوس كويسه، حصل بقى تغيرات، حصل حاجه، انت خلص عقدك، وقرب ما تخلص عقدك اطلب اللي انت عايزه على قد سقف ما الاهلي حاطط. عجبك بقوانين النادي الاهلي وبرواتب النادي الاهلي اهلا وسهلا، مش عاجبك لا، اتفضل شوف عرض، اللي مش عاجبه يشوف عرض ويمشي. يعني ده اقل حاجه. والاهلي ما بيقفش على لاعب. ناس كتير، خطيب اعتزل، ابو تريكه، لعيبه كتير، علي معلول لسه من قريب، عادي. الاهلي مكمل وهيفضل مكمل بشخصيته وبروحه وبجماهيره. الاهلي هيفضل مكمل. فنتمنى ان احنا النقطه دي نظبطها في النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه وكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كلنا امل فيه، ان احنا نبطل النغمه دي، نقفلها تماما، يعني نظبط اوضه اللبس نهائي ونخلص من الموضوع ده نهائي، ما يتفتحش تاني. احنا عايزين نركز في الكوره بس. انت مضيت على عقد النهارده، عقدك بعد 4 سنين، تعالى السنه الثالثه اتكلم معاك اشوفك ايه الدنيا، عندك عرض، طب انا بعرض عليك كذا، تمام مناسب معاك مش تمام، لا بنتمنى لك كل التوفيق. طلب كابتن حسين عموته ان كل اللعيبه المعاره ترجع. هو مش عايز يحكم على اي لاعب ان هو يمشي من غير لما هو يشوفه في التدريبات وفي المباريات الوديه. طلب ان كل اللعيبه ترجع وهيشوف وهيتفرج على كل لاعب، ومش هيحكم غير لما يتفرج على كل لاعب. طبعا على سبيل المثال رجع عمر الساعي، مصطفى العش، قفشه، لعيبه كتير رجعت
وهيشوفهم كابتن حسين عموته. وطبعا كان في كلام ان بن رمضان عايز يمشي، بس طبعا كابتن حسين عموته رفض وقال لا انا هقعد معاه وهتكلم معاه، وما اقتنعش بكلامي خلاص يعني هو عليه مطلق الحريه والتفكير، بس احنا يعني هنتكلم معاه الاول يعني هيديله فرصه، لان فعلا يعني بن رمضان موهبه كرويه شفناها في كاس العالم للانديه، موهبه جامده جدا. ف يعني ان شاء الله يبقى له مكان ويكمل معانا بن رمضان، لانه لاعب مهم جدا ما نقدرش برضه نستغنى عنه، لا هو ولا امام عاشور في نص الملعب. ان شاء الله، ونتمنى التوفيق لكابتن حسين عموته في الاختيارات. اخر خبر معانا هي رحيل تريزيجيه للسعوديه، الاتفاق السعودي خلاص، ويعتبر الكلام ده شبه رسمي، هي ان رحيل تريزيجيه. مش عارف، شاركوني برايكم وقولوا لي هل قرار مجلس الاداره برحيل تريزيجيه عشان المرتب بتاعه قرار صح ولا غلط؟ قول لي رايك. حاجه انا وجهه نظري، تريزيجيه مهم ومش مهم. يعني هو مهم ومش مهم، يعني في ماتشات بحتاج فيها تريزيجيه. للاسف تريزيجيه يعني روح، رجوله، لاعب برضو خطير، بيعرف يخلص الفرص في جوه منطقه الجزاء بالذات، بس في ساعات يعني اوقات كتير جدا بيعتمد على الفرديه والانانيه. وهل ده كنا نستنى ان احنا نشوفه مع كابتن حسين عموته، ونشوف هيعمل ايه مع تريزيجيه وهيوظفه ازاي يمكن يغيره؟ هل الاداره استعجلت عايزه تخلص من موضوع المرتب الكبير اللي جاي عليه تريزيجيه وانه عشان تظبط اوضه اللبس؟ ولا يعني انا من رايي يعني ان احنا كنا ناجل موضوع رحيل تريزيجيه لحتى الانتقالات الشتويه، نشوف تريزيجيه مع كابتن حسين عموته هيبقى عامل ازاي، نشوف اغلب اللعيبه. احنا بصراحه كان معانا يعني مدرب سباك، شفنا لا يفقه في الكوره ولا التدريب ولا اي حاجه يعني، فما نحكمش. واحنا شفنا اكبر دليل، هل دي لعيبه الاهلي اللي كانت بتلعب مع كابتن حسام حسن واللعيبه اللي كانت بتلعب مع المدرب اللي كان موجود معانا في الاهلي في الاخر؟ اختلاف كبير جدا. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق كده للكابتن حسين عموته والاهلي والصفقات الجديده. اشوفكم في ان شاء الله في حلقه جايه. ما تنسوش لو عجبك الفيديو ولو حابب تابعني، اعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. سلام.